فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، احتفاء بهذا اليوم الأغر في المسيرة التكوينية للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة، ونظرا لما للتدريب البدني والعسكري من مكانة متميزة بالتكوين بها، نقدم لفخامتكم عروضا في بعض الفنون القتالية من تنفيذ طلبة التكوين الأساسي. فعلى يسار المنصة 3 فصائل تتقدمن بالخطوة السريعة لتقديم عروض في رياضة الكاراتيه والقتال المتلاحم والجيدو. فإن المجموعة الأولى التي تقدم عروضا في رياضة الكاراتيه، تلاحظون أن هذا النوع من القتال الأعزلي يرتبط بعوامل فسيولوجية هامة كدقة الأداء البصري والسمعي والمقدرة على صدق التوقع والحدث والتبصر في مختلف مواقف القتال الآلية وسرعة التفكير ودقة التقدير للمواقف المتغيرة النزال. أما المجموعة الموجودة في وسط التشكيلات فهي تقدم عروضا في القتال المتلاحم، وستتابعون بأن هذا النوع من القتال يرتكز على المستوى المهاري للفرد والقدرة على اختيار نوع الاستجابة المناسبة والسرعة الحركية، وخاصة بالنسبة للضربات. ولذلك فهو فن قتالي يحتاج إلى مستوى عال من الانسجام والتنسيق. أما المجموعة الثالثة فهي تقدم عرضا في رياضة الجيدو يحتوي على لقطات قتالية
ولد